السلام عليكم الجميع، كنرحب بكم معايا في فيديو جديد وكنتمنى ان شاء الله نلقاكم كاملين بخير وعلى خير. وصفه اليوم غادي تكون عباره عن حلوه الفخيزي، غادي نحضروها بطريقه سهله ومبسطه. المكونات ديالها في المتناول، والاهم انها بدون فرن كذلك بدون جيلاتين. كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها لان فعلا كتجي رائعه، لا من حيث المذاق ديالها وكذلك الشكل كيجي راقي. الى عجبتكم هذا الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك، بارطاجيو مع الاهل المعارف ديالكم. ما تنساوش كذلك تنضموا للقناة وتفعلوا الجرس باش تبقاو توصلوا دائما بجديد الوصفات. اذا هنا اول حاجه غادي نحتاجوا الكيك باش غنحضروا هذه الحليوه ديالنا. غادي نحتاجوا ملعقه كبيره مملوءه جيدا ديال النشا الذره ما يعادل 30 غرام، كاس من الدقيق الابيض اولا الطحين ديال الفورس ما يعادل 100 غرام. ايضا غادي نحتاجوا كيس ديال خميره الحلويات او البيكنج باودر من فئه 8 غرام، نصف كأس ديال السكر الخشن أو السكر سنيدة ما يعادل 70 غرام، وأيضا نصف كأس ديال زيت المائدة ما يعادل 75 مليلتر. هنا العبار بالكأس ديال الشاي أو كأس العنبة، جوج حبات ديال البيض بدرجة حرارة المطبخ، وأيضا نصف علبة ديال الياغورت الطبيعي أو دانون مسوس أو زبادي بدون سكر، وأيضا غادي نحتاجو الملعقة صغيرة ديال بودرة الفانيلا. غادي ناخدو واحد الاناء غادي نوضعو فيه رشه ديال الملح والحبات ديال البيض، وغادي نخلطوهم شويه بالطراب الكهربائي. الا ما متوفرش عندكم الطراب الكهربائي ممكن تستعملوا غير الطراب اليدوي. صافي، من بعد غادي نزيد السكر كذلك بودره الفانيلا. ممكن تنسموا هاد الكيك هذا باش ما بغيتو، وانا كنطرب بطبيعه الحال. وغادي نضيف الياغورت اولا الزبادي بدون سكر، كذلك الزيت. وفي اخر مرحله غادي نضيف الكميه ديال الدقيق مع النشا الذره وكذلك الخميره الكيماويه. غادي نغربلو الكل بطبيعه الحال. حتى كنتحصلوا على خليط ديال الكيك بهذه الكثافه هذه اولا بهذا القوام. من بعد غادي نضيف واحد الملعقه صغيره ديال الخل، اللي ممكن تعوضوها بملعقه صغيره ديال عصير الليمون الحامض، يعني لكم الاختيار. من بعد خديت الخليط ديال الكيك وقسمته على جوج ديال الاجزاء متساويه، وفي نفس الوقت درت مقلاة فوق النار درتها تسخن، وغادي ندهنها بالقليل من الزبده. وضروري المقلاة تكون ما كتلصقش، يعني مقلاة تكون مزيانه وغير لاصقه. غادي نفرغوا فيه الخليط الاول ديال الكيك ديالنا، والنار تكون هادئه جدا اولا النار مهيله. غادي نخلي الكيك ديالي طيب، وغادي نغطيه بواحد الغطاء ديال الطنجره اولا اللي متوفر حتى كتبان لينا هكذا نشفات، يعني ملي كنزلو صبعنا ما كتبقاش تلصق لينا العجين. صافي، وكنقلبها على الجهه الاخرى ومباشره كنزلها فوق واحد المنديل. وغادي ناخذ عاود المقلاة ديالي ندهنها بالقليل من الزبده، وغادي نفرغ فيها الخليط ديال الكيك كيف ما درت في الاول، ونخليه على نار مهيله. نخليها كذلك حتى كطيب على هاد الجهه وتنشف، وضروري تغطيوها باش كيرجع على داك البخار اولا لا فابور. ومن بعد غادي نقلبوها بنفس الطريقه. غادي ننزلها كذلك فوق واحد المنديل، وغادي نغطيها بمنديل اخر باش كترجع على داك البخار وتبقى لينا هاد الكيكه رطبه. هي اصلا كتجي رطبه وكتجي بحال لا جينواز. صافي، غادي نغطيوها ونمروا باش نحضروا الكريمه ديالنا. اول حاجه غادي نحتاجو في واحد الكاسرونه واحد 300 مليلتر ديال الحليب سائل. ضفت ليه 2 معالق كبار ديال السكر سنيده اولا السكر الخشن، وايضا 2 معالق كبار عامرين مزيان ديال بودره الكريم باتيسير اولا بودره الكاسترد، 2 ملاعق كبيره مملوءه جيدا. غادي نوضع الكل فوق النار تكون مهيله مع التحريك المستمر. وايضا غادي نضيف واحد نص ملعقه صغيره ديال بودرة الفانيلا، اللي ممكن تعوضوها بالقشرة ديال الليمون الحامض اولا البرتقال، لكم الاختيار. من بعد ما كتقلي ديك الكريمه كتحصلوا على كريمه كثيفه. غادي نضيف واحد الملعقه كبيره ديال الزبده ونحرك الكل جيدا. ومن بعد غادي نغطيها بلاستيك غذائي بحيث غادي يكون كيلامس الوجه ديال الكريمه، وغادي نخليوها جانبا حتى كتبرد تماما. من بعد غادي ناخذ واحد 250 مليلتر او ربع لتر ديال الكريمه السائله او الكريمه الخاصه بالخفق.
انا هنا استعملت غير كريمه ديال العبار. من بعد غادي نطلعوها بالباطور حتى كتصبح لنا شونتيي، يعني ما نطلعوهاش بزاف بزاف، يعني غير شويه، لان غادي نخلطوها مع الكريم باتيسير. والكريم باتيسير فاحنا دايرين فيها كميه مهمه من البودره ديال الكريم باتيسير، فهي جاتنا عاقده بزاف، باش يلاه ملي كنخلطوهم بجوج كنتحصلوا على واحد الكريمه كتكون الكثافه ديالها هي هذيك وكتجينا ملسه. صافي غادي ناخذ الكريمه ديالنا من بعد ما بردات تماما، شفتوا الشكل ديالها كيفاش داير. غادي نطربوها مزيان اولا نخلطوها مزيان حتى كنتحصلوا على واحد الكريمه تكون ملسه ومتجانسه. من بعد غادي ناخذ ديك الكريم شونتيي وغادي نبداو نضيفوها على الكريم باتيسير وحنا كنخلطو حتى كنتحصلوا على واحد الكريمه كتكون ملسه. كيف ما شاهدتوا معايا الكريمه هذه كتسمى كريم دبلومات، غير انا حضرتها لكم بطريقه مبسطه وكتطلع ارخص، يعني درت لكم لا كريم باتيسير الجاهزه، وصراحه المذاق ديالها كيجي لذيذ. من بعد غادي نوضع الكريمه ديالي في جيب حلواني وغادي نخليها جانبا. غادي ناخذو بالنسبه للتزيين غادي ناخذ قطع ديال الفراوله اولا ديال الفريز، يستحسن يكونوا قياس واحد باش ملي ننزلوهم في المول يجيونا المنظر ديالهم مزيان. غادي نقسموها على جوج، غادي نحيدوا لها داك الجزء العلوي داك الخضر ونقسموها على جوج. انا بالنسبه ليا ملي قسمتها على جوج بقاو هذوك القطع شويه كبار، فاضطريت انني نعاود نحيد منهم شويه، وغادي نحتفظ به جانبا لان هذاك الجزء اللي حيدنا حتى هو غادي نحتاجوه من بعد. من بعد خديت الاطار اولا لو ساق كيفاش غنمونطي هاد الحلوه ديالي. القطر ديالو 20 سنتيمتر، يعني الحلوه غير صغيره. وغادي ناخذ القطعه ديال الكيك اللي حضرنا من قبل، حتى هي غادي نقطعوها صغر من القطر ديال الاطار اولا لو سيركل، وغادي نسقيها مزيان مزيان بالعصير ديال البرتقال. وغادي ناخذ هذوك القطعه ديال الفراوله اولا الفريز وغادي نستفهم بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، بحيث يكونوا مقاربين مع بعضهم، ما تخليوش واحد الفراغ بيناتهم. من بعد غادي نوزع عليه ديك الكريمه اللي وضعت في الجيب الحلواني، بحيث اول حاجه غادي نبدا هذاك الفراغ اللي كاين ما بين كل قطعه ديال الفراوله اولا ديال الفريز نحاولوا ونتاكدوا اننا عمرناه مزيان بهاد الكريمه هذه باش كيجينا الشكل ديالها مفيني مزيان في الاخر. غادي نعمر الوسط كذلك بالكريمه، ونحاول انني نضغط عليها مزيان بالمعلقه باش نتاكد ان ما بقاوش الفراغات لداخل. وغادي نوزع على داك الفراز اولا الفراوله اللي احتفظت بها من قبل، فهي قطعتها قطع صغيره ووضعتها هنا في الوسط. غادي ناخذ القطعه الاخرى من الكيك وغادي نقطعها صغيره، يعني قطعتها صغيره بزاف، يعني تقريبا القطر ديالها غادي يكون واحد 15 سنتيمتر اولا 16، يعني ضروري خصها تكون صغيره. ونوضعها هكذا في الوسط ونضغط عليها مزيان باش يتماسكوا الطبقات. وكذلك غادي نسقيها بالعصير ديال البرتقال، ممكن تسقيو كذلك بالمشروب الغازي اولا تكتفيو فقط بالسيرو اللي فيه الماء والسكر وعصير الحامض، يعني لكم الاختيار. انا بالنسبه لي العصير ديال البرتقال جا مزيان بزاف، وضروري تسقيوهم باش ما يجيكمش ناشفين. غادي نوزع ما تبقى ليا من الكريمه، وغادي نحاول انني نملس الوجه ديالها وندخلها للثلاجه على الاقل واحد 3 ساعات. انا بالنسبه ليا كنحضر هاد الحلوه بالليل وحتى الغد اللي عاد كنتناولوها. بالنسبه للزين هنا خديت الصوص ديال الفراوله اولا صلصه الفراوله اولا صلصه الفريز اللي سبق لي وحضرت معكم في حلقه سابقه، يعني حضرت معكم عده صلصات. غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، وصفه ناجحه 100% واقتصاديه وكتنفع بزاف ديال الوصفات. غادي نوزعوها فوق الوجه ديال الحلوه، بطبيعه الحال خصها تكون بارده الحلوه، ونوزع عليها ديك الصلصه باش ملي ندخلها للثلاجه غادي تماسك ليا اكثر. كيف قلت لكم انا بالنسبه ليا اي حلوه كنحضرها بالليل، يعني هذيك الحلوه كتجي لذيذه اكثر، وكذلك هذاك سواء الجينواز اولا الكيك كتشرب لينا مزيان وكتجي ألذ. هنا من بعد ما دازت ليله، اللي ما عندوش الوقت بطبيعه الحال يعني 3 ساعات حتى ل4 على الاكثر راه كافيه، وكتجي الحلوه متماسكه وكتجي لذيذه. هذا هو شكلها كيف ما كتشاهدوا، كيجيو هذوك القطع ديال الفريز الكريمه كتجي هائله في الشكل ديالها، وكذلك الطبقه ديال صلصه الفراوله كتجي متماسكه وناجحه 100%.
وبالنسبه للتزيين راه ليكم الاختيار، بدعوا كيف ما بغيتو. كيف كنقولها دائما، كل سيده كتبدا على حسب الاختيار ديالها وعلى حسب الرغبه ديالها. وهذا كيكون هو الشكل النهائي ديال الحليوه ديالنا. كتجي رائعه في الشكل ديالها، وكذلك نضمن لكم المذاق كيجي لذيذ بزاف. كيف ما شفتوا بابسط الاشياء يعني ممكن نفرحوا العائلات ديالنا والوليدات ديالنا والمناسبات ديالنا السعيده. فهنا كيف ما كتشوفوا بالنسبه للتزيين، خديت غير قطع ديال الفراوله قسمتهم على زوج ودهنتهم شويه ديال الناباج باش كيعطيونا واحد اللمعه زوينه. وقبل ما نحط هذاك الفريز عاود درت شويه ديال الشوكولاته البيضاء المذابه، درت واحد الخطيطات هكا رقاق، وكذلك زينت هنا بشويه ديال حبيبات ديال الشوكولا. وهاد الفانيد اولا لي بونبون اللي كيكونوا كيتباعوا عند بائعي لوازم الحلويات، غادي نقطع لكم منها قطعه من الداخل باش تشوفوا كذلك الشكل ديالها كيفاش كيجي. فالشكل ديالها كيجي راقي وكتجي لذيذه بزاف، وكذلك التكلفه ديالها بسيطه جدا كيف ما شفتوا معايا. هذا هو شكلها. كيجيو الطبقات ديال الكيك كذلك كيجي خفيف ورطب، وكذلك الكريمه، والطبقه الثالثه ديال صلصه الفراوله، وداك الفريز اللي كيجي من الجوانب. كنتمنى ان شاء الله الوصفه تنال اعجابكم وتجربوها وتفرحوا بها العائلات ديالكم ووليداتكم. الا عجبكم الفيديو كيف العاده ما تبخلوش عليا باللايكات، بارطاجيو مع الاهل المعارف ديالكم، وما تحرمونيش من تعاليقكم الطيبه اللي دائما كتفرحني. كيف ما كتشاهدوا معايا كذلك حتى القوام ديال الكيك كيجي رطب بزاف وكتجي خفيفه كتذوب في الفم. كنقول لكم شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه. خليت لكم الراحه، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله الى بقى العمر. السلام عليكم.